السلام عليكم يا حبايبي ورحمة الله وبركاته. النهاردة حابة أوريكم حاجة كده. حابة أوريكم إزاي أنا يعني بصنع بريل المواعين بنفسي في البيت بطريقة اقتصادية. الصراحة يا حبايبي أنا كنت بشتري أوكسي النوعية دي، بس اللي يعني النوع الأوكسي ده أو الأزرق أو النوع التاني اللي بالتفاح. فبصراحة الأسعار بصراحة ما أقولكمش نار. أنا كنت الإزازة دي اللتر كنت بجيبها بحوالي 6 جنيه، يعني هي كانت الأول خالص ب5 جنيه، غليت بعدها بفترة قليلة بقيت ب6 جنيه. بعدها بعد غلو الأسعار اللي احنا فيه دي بقيت ب10 جنيه. واللي كمان اللي السوبر ماركت اللي انا جبته منه بيقول لي انا مديها لك بالسعر القديم، هي ب13 جنيه السعر الحالي. فانا قلت انا اعمله بنفسي. انا بعمل الطريقة دي على فكرة، وهي كذا قناة عملت الفكرة دي، بس انا هوريكم فكرة يعني الاضافة بتاعتي اللي تخليها هي الطريقة دي اللي الكويسة، الطريقة اللي صحيحة 100%. انا بشرت طبعا صابون. بصوا يا حبايبي، دي صابونة، بصوا صابونة صغننة خالص. الصابونة الصغننة دي ب2 جنيه، صغيرة زي ما انتوا شايفينها كده على ايدي، حجمها صغير. هي 65 جرام وزنها. انا بشرتها بالمبشرة طبعا بتاعة البصل، وحطيتها في لتر مية على النار وخليتها تغلي وقلبتها لغاية ما دابت. اكيد شفتوا انتوا الفكرة دي في كذا قناة. سبتها مدة يعني ساعتين كده لغاية ما بصوا بقيت سميكة ازاي، بقيت قطعة واحدة. انا اوريدي ان انا هعملها، يعني عملت الخطوة اللي كل قناة يمكن تقريبا بتاعت الصابون السائل بتقولك انا بعمل الصابون اللي كده. انا يعني ما مش بقلل منهم ولا اي حاجة، بس انا بحب اوريكم الفكرة ان اللي بيها تخليها ترغي وتخليها. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا من الصابونة دي. فانا هضيف لها حاجة، بصوا انا هضربها بمضرب السلك. هضيف حاجة من ازازة الاوكسي دي، هضيف حوالي ربعها، يعني مش ربعها كمان، يعني جزء صغير منها كده، حوالي نص كوباية شاي او فنجان قهوة من الاوكسي ده. هي دي الفكرة. بصوا يا حبايبي كده انا هخلط اللي حطيته انا ربع كوباية او فنجان قهوة من الاوكسي مع الصابون اللي انا بشراه وغليته بلتر مية على النار. ريحته في منتهى الروعة. هي كانت الصابونة بريحة التفاح. فهي كده انا هخلطها بالمضرب لغاية ما تمتزج خالص، وهزودها حوالي لتر مية تاني مغلية، وهعبيها في جيركن 4 لتر. انا 4 كيلو قصدي، كنت جايباه فيه ب4 كيلو. هعينها فيه وهاخد واخفف المقدار اللي انا محتاجاه واستخدمه. بصوا كانت تقيلة وهي ما زالت، بصوا تقيلة ازاي، بصوا تقيلة درجة المضرب مش قادر يمسك فيها. انا هخلطها كويس. وهنا يا حبايبي انا هضيف كمان مية مغلية حوالي لتر ونص واقلب. وما تخافوش كل مدى وهي هتتقل. لازم يا حبايبي تضيفوا البريل، يعني بريل او اوكسي او النوع اللي بتفضلوه، لازم تضيفوه على الصابون المبشور ومغلي بمية على النار لغاية ما يغلي. لازم تضيفوا بصوا كده
لازم تضيفوا اي نوع صابون سائل انتوا بتفضلوه جاهز، علشان يكون يعني ايه يرغي. الصابون ممكن نستعمله ماشي وحده من غير البريل، وزي ما قلت لكم ممكن احنا نعمل الصابون وحده من البريل، بس هو الفكرة عشان يدينا رغوة اكتر. شايفين انتوا كده في الازازة الرغوة، انا ده مخففاه بمية، وده اللي انا قلت لكم عليه اهو، عشان ايه تعرفوا ان انا حاطه منه. انا سبته بسمكه، مرضتش ازود عليه ميه تاني، قلت اما اخفف عشان يبقى تركيزه اعلى. بصوا كده هوريكم السمك بتاعه وهو نازل من الجيركن. بصوا سميك جدا، وبرضو عمل عشان ايه اكون كل حاجه واضحه. ادي السلكه، انا هاخد منها عشان بصور بايد واحده. بصوا عشان ما نزلتش اصلا. بصوا الرغوه، وده مخفف جدا يعني بالميه. انا حاطه منه نسبه يعني قد شويه. دول اللي حطاهم في الازازه الكبيره دي ازازه كبيره خالص. وكده فكره البريل بتاع المواعين. يا رب تعجبكم، وما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.